سيد، سؤال أخير حتى من بعده نسمع قصيدة. سؤال تكرر أكثر من مرة، يسألونك عن علاقتك وعمق العلاقة بينك وبين الشاعر الشهيد القائد علي رشم حبيبي رحمة الله على روحه. علي، ومن بعد جوابك للسؤال أريد تدخل لي من يمك بقصيدة من اختيارك. خير إن شاء الله. علي رشم الله يرحمه، هذا الإنسان الخالد اللي قدم ما قدم. يعني علي الكل يعرف أنه علي بغض النظر عن الدمعة هو مبدأ. علي قضية، علي أضاف لنا الكثير. صحيح والله. خلينا نسولف بمجالنا، مجال الشعر. علي أضاف لنا الكثير بصراحة. خلينا نوضح للناس شنو أضاف لنا شوي. شنو أضاف لنا؟ نعم. أضاف لنا أنه الشعراء مثل ما مأخوذ عليهم يقولون ما لا يفعلون، لكن علي رشم قال وفعل. هنا صارت عندي علي، صار عندي فد قانون أو دستور أمشي عليه. من أريد أكتب البيت أقول هذا البيت أنا قده، من أريد أكتب لو أنا بس مجرد حكي لسان هنا راح أراجع نفسي، لا لازم أقول وأفعل. بيوم اللي هذا البيت أقدر أترجمه على أرض الواقع، يعني إذا قدرت أكتبه. هذا من باب. أضاف لنا عرفوا الناس أنه الشعر محترم. أنيس العيساوي تحياتنا إليه، عنده بيت علي رشم أنا شخصيا أحبه وأحترمه. شو يقول؟ يقول الرافع راسنا بالشعر بس طاريك، هوايل بالوسط طاريهم ويفشل. الله. علي أضاف لنا يعني أغلب الشعراء، أغلب الناس العفو كانت ما مهتمة بالشعر الشعبي. من خلال تعاطفها مع موقف علي رشم دخلت الباب الشعر الشعبي. أنت حضرتك شاعر وتعرف اهتمام الناس بالشعر مو مثل السابق، يعني بالوقت الحالي مو مثل السابق. هسه يعني تشوف أنت السياسي يسوي مهرجان، الدكتور يسوي مهرجان، المهندس يسوي مهرجان، اللي يفتح له صيدلية يسوي مهرجان. ليش؟ لأن قام الشعر يوصل. قصيدة الشعبية قصيدة الشعب. نرجع لموضوع علي رشم. علاقتي به هو صديقي قبل كل شيء. إضافة إلى ذلك هو نسيبي. أنا تشرفت أنه ناسبته وأخذت أم جنة اللي هي تصير أخت الشهيد علي رشم الله يرحمه. هنيئا لك بهذا النسب. الله يسلمك. وأتشرف طبعا. علي يعني جرح بصراحة بالنسبة إلي، يعني ما يطيب. ايش قد ما حاولنا انه احنا نتكلم عنه، ايش قد ما مرت الايام، يبقى علي رشم بصراحه خالد، ويبقى انا بنظري يبقى علي رشم ذاك علي رشم. لا هو جو التراب ولا مواقفه معيشته. الله. بصراحه مواقفه معيشته. الله.